السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة مفاجأة من محمد صلاح بعد تعيين حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر. لايك ومتابعة عشان يوصلكوا كل جديد. كشف الإعلامي سيف زاهر عن رسالة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر بعد تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب. وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا اللي تمت إقالته بسبب سوء النتائج والخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام الكونغو 8-7 بركلات الترجيح. وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية: محمد صلاح أرسل رسالة لمسؤول كبير في الرياضة المصرية نصها: أنا لاعب في منتخب مصر، دوري أبقى لاعب، واتحاد الكرة دوره اختيار الجهاز الفني، فلا يوجد تعارض في اتخاذ القرار، ده جهاز فني وأنا لاعب، يوم ما يستدعوني أنا موجود. وكانت تقارير إعلامية زعمت في الساعات اللي فاتت اعتراض محمد صلاح على تعيين حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر بسبب انتقاده ليه في الفترة اللي فاتت. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمر صحفي يوم الأربعاء لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن. وبكده وصلنا نهاية الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.